إدارة ريال مدريد قررت تضغط زر الطوارئ وترجع الشخص الوحيد القادر على سيطرة غرفة خلع ملابس ريال مدريد وهو جوزيه مورينيو. بس السؤال هنا، هل دي بداية إنقاذ ريال مدريد ولا بداية حرب جديدة؟ فأهلا بيكم يا تكاتستيكا في حلقة جديدة من برنامج جو تاكتكس. طبعا كلنا عارفين واتكلمنا قبل كده عن الفوضى اللي بتحصل داخل ريال مدريد واخبار الدبليو دبليو اي طبعا اللي بتطلع من داخل ريال مدريد، وكلنا طبعا عارفين ان اي حاجه حرفيا بقت تطلع العلن، اي مشكله حتى لو بسيطه بقت تطلع العلن، لان طبعا ما كانش في كده خالص في ريال مدريد. يعني ايام انشيلوتي، ايام زيدان كان في مشاكل، بس المشاكل اللي بتحصل في اي نادي مشاكل طبيعيه، بس كانوا بيعرفوا ان هم يحلوها من غير حتى ما توصل لمين؟ للرئيس. انما تشابي الونسو، الفارو اربيلوا ما عرفوش ان هم يحلوا المشاكل دي. تمام، فدي طبعا اللي خلت المشاكل توصل للرئيس واتسربت، لان خلاص طالما في ريال مدريد المشاكل وصلت للرئيس فلورنتينو بيريز، اعرف ان المشاكل دي هتتسرب، لدرجه ان في مباراه سيلتا فيجو اللي كانت في الدور الاول لما الريال اتغلب على ارضه في السانتياغو برنابيو، غرفه خلع الملابس يا شباب اتصورت فيديو وهي بتتكسر، ولعبه عماله بتتكسر في غرفه خلع الملابس. ففلورنتينو بيريز شايف، قال لك لا، انا محتاج مدرب خبره يعرف ان هو يسيطر على غرفه خلع الملابس ويسيطر على اللعيبه دي. تمام، يعني لو كان يورجن كلوب موافق على فكره، ما كانش مثلا فلورنتينو بيريز مثلا يعني هيجيب جوزيه مورينيو، ما كانش ان هو هيفكر فيه. ليه؟ لان هو كان خلاص انا عندي يورجن كلوب تمام، فانا خلاص مش هحتاج جوزيه مورينيو. لكن فلورنتينو بيريز ما كانش قدامه غير جوزيه مورينيو، فهو عشان كده قرر ان هو يجيب جوزيه مورينيو. الراجل ده كان حرفيا في عهده ما كانش فيه اي حاجه بتتسرب داخل غرفه خلع ملابس ريال مدريد، يعني ما فيش غير مشكله واحده بس، وهي طبعا مشكله التشكيله. ولما شاف وعرف ان كاسياس هو اللي بيسرب المشكله دي، على طول راح ركنه على الدكه، وفي موسم 2013 كله ما لعبش وراح كمل من غير كاسياس، لدرجه ان هو اتاهل لنهائي طبعا الكاس وخسروا طبعا من اتلتيكو مدريد. فهو ده طبعا جوزيه مورينيو، فانا عايز مدرب يعرف ان هو يحل المشاكل من غير حتى ما توصل لي، لان فلورنتينو بيريز هو مدرك وعارف ان الوضع حاليا دلوقتي ما ينفعش ان انا اجيب مدرب شاب وابني عليه، انا كل اللي محتاجه مدرب خبرات يعرف ان هو يحل المشاكل من غير ما توصل لي، وبعد كده ممكن اجيب مدرب ابني عليه، بس انا كل اللي عايزه ان انا عايز مدرب يعرف ان هو يحل المشاكل من غير ما توصل. ليه فلورنتينو بيريز قرر ان هو يجيب جوزيه مورينيو؟ ايه يعني الاسباب الثانيه اللي خلت فلورنتينو بيريز يرجع جوزيه مورينيو؟ اول حاجه احنا عندنا الانضباط والالتزام. بص يا شباب، كادينا سير قالت طرق الانضباط والالتزام بتوع جوزيه مورينيو خلال فترته الاولى مع ريال مدريد. عارفين كان بيعمل ايه؟ كان بيعرض مشاهد فيديو لتحليل الخصوم، وكان بيخلي اللعيبه يشاهدوها بشكل اجباري، يشوفوها بشكل اجباري، وكانت بتعرض في كل مراكز الفالديباس، في صاله الالعاب، في الممرات، بحيث انها تبقى قدام اللعيبه كده على طول. واي لاعب هيعترض او اي لاعب قال اصل انا ما شفتش، مورينيو ساعتها ما بيسامحش في كده، وبيتم معاقبه اللاعب ده فورا. اللعيبه دي ما كانتش عايزه تشوف الفيديوهات دي، ساعتها ما بيكونش قدامهم اي خيار تاني، وبيشوفوها طبعا وبيشاهدوها طبعا مرارا وتكرارا. هو ده جوزيه مورينيو يا شباب في طرق الانضباط والالتزام. عندك طبعا في التدريب تيجي في ميعاد معين تمشي في ميعاد معين، انا ما عنديش طبعا الكلام دوت انك تيجي بقى براحتك وتمشي براحتك. طبعا كلنا عارفين تصريحه الشهير عن الانضباط وعن الالتزام، قال لك لا تحدثني عن فوز داخل الملعب اذ كنت تفتقد للانضباط. ما عندكش انضباط يبقى كده ما عندكش اي حاجه، يعني بالعربي كده هتنضبط، هتلتزم في التدريبات، هتتدرب كويس يا سيدي، هلاعبك في الماتشات وهخليك نجم العالم، غير كده هركنك مع الدكه وهخليك اضحوكه العالم. هي دي سياسه جوزيه مورينيو. طب هل جوزيه مورينيو هيعرف ان هو يتعامل مع اللعيبه دي؟ والله عيب علينا، والله عيب علينا لما نسال سؤال زي ده. يا جماعه ايه في يا جماعه؟ انت بتتكلم في واحد درب كريستيانو رونالدو، بتتكلم في واحد ادار ثنائيه ديدي دروجبا ولامبرد في تشيلسي، بتتكلم في واحد ادار ثنائيه ويسلي شنايدر وصامويل ايتو طبعا في انتر ميلان، بتتكلم في واحد حرفيا لا درب لعيب زي زلاتان ابراهيموفيتش. كل دي لعيبه حرفيا كيليان امبابي وفينيسيوس جونيور ما يجوش اي حاجه فيهم، ما يمسحوا لهمش الجزمه حتى. عندك مثلا واحد زي زلاتان ابراهيموفيتش اللي كان حرفيا عنده ثقه زايده وكان حرفيا نرجسي، مع ذلك مورينيو عرف ان هو يحتويه، وكان حرفيا زلاتان ابراهيموفيتش كان بيطلع نار من بقه، لدرجه ان زلاتان ابراهيموفيتش طلع مره وقال ان جوزيه مورينيو هو احسن مدرب انا اتدربت تحت قيادته. تمام، عندك واحد مثلا زي ديجو كوستا، عدواني وكلنا عارفين انه بيعمل مشاكل وبيلعب بغشم حرفيا في الملعب وبتاع مشاكل خالص. تمام، لكن جوزيه مورينيو عرف ان هو يحتويه، وعرف ان هم يتواجدوا مع بعض بالدوري الانجليزي في 2014 2015. تاني حاجه بقى عندك اللعب الجماعي. اللعب الجماعي بصوا يا شباب، كلنا عارفين ان مورينيو بيحب اللعيبه يكونوا كده كده، مش كده، لا كده، يعني كلهم كده كتله واحده. مورينيو حرفيا في طريقه اللعب الجماعي بيخلوا اللعيبه يضغطوا ككتله واحده لاسترجاع الكوره. خلاص، يعني الراجل ده مش هيكون عايز من فينيسيوس جونيور مهارات واستعراضات، لا 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 لا، الكلام ده ما ينفعنيش يا عم فينيسيوس، شغله بقى المهارات والاستعراضات ده تنساه. انا اهم حاجه عندي 3 حاجات:
الضغط ككتله واحده لاسترجاع الكوره، اجري ترجع تقدم الادوار الدفاعيه. مورينيو هيقدر انه يجبر اللعيبه دي على تاديه الادوار الدفاعيه. انت بتتكلم مثلا في واحد زي ايدن هازارد اللي هو كان اساس مشروع تشيلسي، لما مورينيو لاحظ ان هو بيتكاسل عن تقديم الادوار الدفاعيه راح على طول حركه انه دكه. بتتكلم عندك في بوجبا لما كان بيعمل مشاكل داخل غرفه خلع ملابس مانشستر يونايتد كان هو القائد، راح على طول طرده من التدريبات، لدرجه ان هو ظهر فيديو حرفيا ان هو بيطرد بوجبا حرفيا من تدريبات مانشستر يونايتد. في واحد اقنع صامويل ايتو ان هو يلعب جناح يمين ويرجع يدافع. متخيلين؟ صامويل ايتو اللي هو راس الحربه اقنعه ان هو يلعب جناح يمين، قال له لا معلش ايتو، شنايدر هو اللي هيبقى راس الحربه وانت هتلعب جناح يمين وهترجع تدافع. فاللي هو الراجل ده حرفيا يا شباب لا بشخصيته القويه تمام قادر ان هو يقنع اللاعب يلعب في المركز اللي هو عايزه واللي هو مورينيو شايفه فيه ان هو صح. كمان ان مورينيو يعني بيعرف ان هو يرجع هيبه الانديه. يعني الراجل ده مثلا لما جه ريال مدريد في ولايه الاولى رجع لهم كاس الملك اسبانيا اللي كان ساعتها بقى لهم 18 سنه مش عارفين ياخدوه. رجع لهم الدوري الاسباني اللي كان بقى لهم 3 مواسم مش عارفين ياخدوه. رجع لهم هيبتهم في الكلاسيكو قدام برشلونه ما كان بقى لهم موسمين 2009 2010 مش عارفين يفوزوا حتى على برشلونه. اللي الناس ما تعرفوش الراجل ده لعب 17 مباراه ضد برشلونه، فاز في 5 وخسر في 6 وتعادل في 6. يعني الراجل ده يا شباب فرق مباراه واحده بس بينه وبين برشلونه، كان حرفيا ند بند مع برشلونه جوارديولا. انت بتتكلم في واحد يا شباب معلش عاش معاك فتره الصعاب كلها. مورينيو من اكتر الناس ومن اكتر المدربين اللي عاش معاك فتره الصعاب، حرفيا بعد ما عاش معاك كل فتره الصعاب وبنى فريق زي ريال مدريد قادر ان هو اخذ دوري ابطال 2014 و2016 و17 و18. اللعيبه حتى امرت عليهم الشيء. الفريق اللي خد دوري ابطال اوروبا 2014 و2016 و2017 و2018 ده اصلا فريق مين؟ فريق جوزيه مورينيو. مورينيو هو اللي مؤسس الفريق ده. انشيلوتي وزيدان هم جم كملوا على شغله. فانت بتتكلم في واحد عاش معاك فتره الصعاب، بتتكلم في واحد هو تعامل مع اشكال اللاعبين دي قبل كده كتير وعرف ان هو يطرد منهم وعرف ان هو يحتوي منهم. فاللي هو بالنسبه له عادي مش اول مره مش غريب عليه. فكره ان هو لما يعرض نفسه عليك في ظل المشاكل دي وتيجي منه هو تمام يبقى لا يبقى الراجل ده واثق تماما واثق تمام الثقه تمام ان هو قادر ان هو يسيطر على غرفه خلع ملابس ريال مدريد. شويه صحيفه الاس الاسبانيه قالت ان جوزيه مورينيو بلغ فلورنتينو بيريز ان الاسماء وحدها لا تكفي، لازم اللعبه دي تضغط وتركض وتدافع، غير كده مش هيلعبوا. راح قالها كده صراحه فلورنتينو بيريز. عشان كده جوزيه مورينيو تمام خلال 10 طلبات اللي طلبهم من فلورنتينو بيريز دقق على الشرط بتاع ان انا لازم اسيطر على غرفه خلع الملابس ومحدش طبعا يتدخل في شغلي. دقق على الشرط ده بالذات عشان عارف الفوضى اللي بتحصل داخل نادي ريال. في مدرب حرفيا دخل لمانشستر يونايتد بطوله الاوروبا ليج لاول مره في تاريخهم، دخل لروما اول بطوله اوروبيه في تاريخهم دوري المؤتمر الاوروبي، وكانت ممكن يكون في ثاني بطوله اوروبيه اللي هي الدوري الاوروبي، لكن حرفيا خسرها طبعا بالظلم. فانت بتتكلم في واحد زي جوزيه مورينيو لا حرفيا بيرجع هيبه الانديه وبيروح للانديه يديهم بطولات لاول مره في تاريخ. شباب كده بنتكلم بصراحه وبوضوح ان مورينيو اللي هيجي لك دلوقتي مش هو مورينيو اللي جالك في 2010. مورينيو اللي جالك في 2010 كان بمعنويات ثانيه خالص. مورينيو اللي جالك في 2010 كان معاه دوري انجليزي كسر هيمنه السيل فيرجسون. مورينيو اللي جالك في 2010 كان ساعتها لسه واخد دوري ابطال اوروبا مع انتر ميلان. فمورينيو اللي هيجي لك دلوقتي يعني مش هو مورينيو اللي جالك في 2010، لان مورينيو اللي هيجي لك دلوقتي هو معهوش بطولات، كان بقى له كذا سنه مش واخد بطولات. اخر بطوله كانت الدوري المؤتمر الاوروبي اللي خدها مع روما بس، غير كده ما خدش اي بطولات ثانيه. ولكن مورينيو لسه عنده بعض الافكار تمام، ولسه زي ما هو طبعا مدرب ولسه طبعا بيثبت للعالم ان هو طبعا لسه موجودين. وبيريز كمان لو عايز جوزيه مورينيو ينجح لازم يوافق له على الطلبين دول. الطلب الاولاني لازم يوافق له على الصفقات وعلى المراكز اللي مورينيو عايز ان هو يدعمها. تاني حاجه يسيبه يعمل اللي هو عايزه وهو اللي ليه السيطره المطلقه وان هو يتحكم في غرفه خلع الملابس زي ما هو عايز. يعني انت لو شفته يعني بيقعد امبابي وبلينجهام وفينيسيوس على الدكه ما تتكلمش، هو الراجل ده عارف بيعمل ايه كويس. بس كده طبعا ودي كانت نهايه حلقتنا. لو انت بتحب الكوره من زاويه التحليلات الناريه واخبار سريعه بتابعني على كل المنصات، لينك المنصات طبعا هتلاقوه طبعا في الديسكربشن من تحت. وكان معاكم يوسف عمرو من برنامج جو تكتكس. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. سلام.